لها يغضب ويرضى. يغضب للدنيا ويرضى للدنيا. إن أعطيته فرح وإن منعته غضب. تعس عبد الدينار. تعس عبد الإيه؟ الدينار والدرهم والقطيفة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. تفضل. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم. وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه. هذا أمر مهم جدا يا جماعة. بعض الناس أتاه الله القرآن لكن هو يستدر به عطف الناس. أنت أتاك الله القرآن، يجب عليك أن تحترم هذا القرآن، يجب عليك أن لا تتاجر بهذا القرآن إلا مع الله سبحانه وتعالى. شوف، إن قصر رجل في حقه، أنت لو واحد قصر في حقك وأنت من أهل القرآن يعني لا تتكلم، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن هذا إن قصر أحد في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم. يقول لك: يا عم إحنا أهل القرآن، أنتوا إزاي تعملوا معنا كده؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي. أنت حفظت القرآن لله ولا للناس؟ أنت حفظت القرآن لتنال به الدرجات من عند الله ولا لتنال به احترام الناس؟ أنت تحفظه لتنال به الدرجات عند الله، وبعد ذلك يأتيك التوقير من الله سبحانه وتعالى ويجعل ويزرع مهابتك في أعين الناس. لكن أن تبحث عن ذلك هذا لا يليق. لله. يغضب على غيره ويقول لك أنا غضبان لله، وهو في الحقيقة يا أخي لو أنك تغضب لله يجب عليك أن تغضب حينما تقع أنت في معصية الله. فلماذا لا تغضب حينما تقع أنت في معصية الله، وتغضب إذا أخطأ أحدهم في حقك؟ أنت ما غضبت لله، أنت غضبت لنفسك.